سلام سلام حبوباتي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير، صحتكم تكون لاباس. انا الحمد لله في نعمه. اليوم البنات ني مراقي ني جوازات والو. جبت لكم وصفه تاع واحد الفطائر غير في المقله ولا في الطاجين، يجوا قرف قرف بنان فشين خفاف. الطرايه يا ودي البنات تتكلم يا البنات. المهم لا حبيتوا الوصفه تاع نهار اليوم ما تبخلوش عليا بهذيك الجام يا البنات. ويلا معايا نروح نصلوا على حبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو الوصفة تاعنا على بركة الله. عندنا هنا البنات الفارينة. أنا هنايا استعملت 3 كؤوس من هذا الكاس. حجم الكاس دائما هو 250 مليلتر. نضيف عليهم مغرفة تكون ممسوحة تاع الخميرة الفورية. نزيدو أيضا مغرفة تاع سكر، مغرفة تاع حليب بودرة اللي تقدروا تستغناو عليه. ونزيدو البنات ايضا 4 مغارف كبار تاع الزيت النباتي، كما تقدروا تستبدلوها بزيت الزيتون. مغرفة صغيرة تاع الملح. نخلط هذوما المكونات كامل مع بعضهم، ونبدا نضيف الحليب اللي يكون دافي. البنات هذوما المملحات ما تقدروش انكم تديروهم بالماء، لازم الحليب باش يجوكم طرايه وبنان. لايم الخليط تاعي ما نعجنو بدون تعب ما والو، لايمو برك. ومن بعد نحطه في البلان دو طرافاي تاعي، ندلكو هكذا واحد شويه. دوك تشوفوا معايا العجينه تاعكم لازم تكون طريه، ماشي طريه تلصق في اليدين، وماشي يابسه، لازم تكون طريه. نضيف عليها مغرفه تاع زبده تكون معمره مليح مليح. الزبده تاعكم لازم تكون غامولي كيما راكم تشوفوا هكا. وما تخافوش من هنا تحسوها انها راهي طريه بزاف، بصح البنات جوست ما تدخلوا فيها هذيك الزبده راهي رايحه تحكم روحها وتولي لكم طريه، وفي نفس الوقت ما تلصقش في اليدين. كيما راكم تشوفوها كانت لكها واحد 2 دقائق 3 دقائق قسما تدخل لي هذيك الزبده، والعجينه تاعي تولي لي شابه وتولي لي ملساء هكذا بهذه الطريقه. صدقوني البنات هذوما الفطائر حطوهم في عينيكم، ساهلين وفي وقفه توجدوهم. نحط العجينه ديالي في غيسيبيون، ندهن الوجه تاعها بشويه زيت، ونجي نغلفها بالغلاف الشفاف. ندير لها منيدل ونخليها في بلاصه حتى يتضاعف الحجم تاعها مرتين. لازم تخمر لكم مليح مليح باش يجوكم هذوما الفطائر يجوكم اخفاف. كما تعرفوا دوكا مش هتاخذ لكم وقت كبير. من بعد نجوزو نحضروا الحشو ديالنا اللي بزاف 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 بنين. انا مرة نديرو البنات بالبطاطا والطون، وندير ايضا هذا الحشو. لكن صراحة هذا الحشو اللي بزاف بزاف بنين. خير من تاع الطون، خير من ديروهم بالبطاطا. ديروهم بالبطاطا راهم راح يجوا شوية اثقال. نجيب مقلة ندير فيها 2 مغارف 3 مغارف كبار تاع الزيت. نحط عليها بصل اللي يكون قطعته هكا مربعات صغار، 4 فصوصات تاع الثوم. عندي هنايا فلفل حار وعندي فلفل حلو. نضيفهم كي نشوف البصل تاعي هذاك بدا يبيض كيما راكم تشوفوا تبدل لونه، نبدا نضيف الفلفل تاعي. نحركو هكا تحريكه خفيفه، نغطيه ونخليهم يشيحوا مليح مليح. لازم هكذا يتغير اللون تاعهم. من بعد هنا عندي نص صدر تاع الدجاج اللي كنت عشيته. نضيفوا البصل تاعي والفلفل ونخليه يتقلى. ولازم البنات تضغطوا على البولي اشي تاعكم بهذه الطريقه باش يجيكم مزربع، ما يجيكمش كتل كتل هكذا. بهذه الطريقة عملية سهلة، وصفة بزاف سهلة صيفية بامتياز، والإنسان مرة يفرح وليداته. علاش لا نفرحوهم؟ كما تعرفوا ذراري يحبوا هذوما المملحات والسقايط كما نقولوا البيتزا وهذوما الصوالح. انا نكمل نمعس ولا نفتت كما يقولوا البولي اشي تاعي ونولي معاكم. هنا البنات نجو نضيفوا التوابل. عندي مغرفة تاع عكري، عندي مغرفة تاع توابل الشاورما او توابل الدجاج. نتوما تقدروا ديروهم كيما تقدروا تستغناو عليهم وتستبدلوهم بالكركم والسكنجبير وواحدة مرق الدجاج. نزيد عليهم الكركم، ونزيد ايضا الملح اللي ما ننساوهش طبعا.
هكذا هذو هما التوابل اللي استعملتهم في الوصفة تاعنا اليوم. قلت لكم فلفل عكري، توابل شاورما، وايضا الكركم. هنايا البنات نضيف مغرفة صغيرة تاع معجون فلفل حلو، كنت حضرته معكم. روحوا للقناة راكم رايحين اتصيبوه، اكتبوا فلفل المعجون الحلو ام راسيم او رايح يخرج معاكم. نزيد حوالي 4 مغرفة تاع طماطم مصبرة، ونقلي هذوما المكونات مليح مليح. هنا البنات حرزوا كما تعرفوا التوابل راهم رايحين يتحرقوا. ضيفوا حوالي 4 كاس تاع الماء وخلوهم يتكتكوا ويطيبوا في خاطرهم. هاني ضفت حوالي 4 كاس تاع الماء. نغطي على البولي اشي تاعي ونخليه يطيب في خاطره. هنا بعد ما طاب لي البولي اشي تاعي نضيف حوالي هكا مورسو تاع الجبن طاري. تقدروا ديروا 3 حبيبات تاع جبن مثلثات. نضيف عليه المعدنوس هكذا ونبدا نخلط. هنايا البنات خلطوا هذاك الفورماج باش يذوب معاكم. كما تعرفوا الجبن الطاري شويه صعيب في الذوبان. هكا نقعدوا نزيروا عليه بالمغرفه حتى يذوب معنا كامل. هنا البنات واش حندير، نطفي النار ديالي ونضيف الجبن المبشور. انا هنا البنات استعملت هذاك تاع 10,000 فايز ولا نابولي كيما تحبوا. هنا كيما قلت لكم البنات احنا ما نسحقوش هذا الجبن يذوب لنا في هذه المرحله، نسحقوه يذوب لنا في الطاجين. لذلك انا طفيت للنار وضفت هذا الجبن ديالي، ومع ذلك ذاب لي شويه، لكن صراحه جت فطائر جو بزاف بزاف بنان. هكذا نطفي للنار ونخلي الحشوة ديالي تبرد. من جهة واحدة اخرى نروح نشوفوا العجينة ديالنا. انا هنا العجينة تاعي خليتها خمرت، خذت لي حوالي نص ساعة. كانت طلع لي هذا الفوليوم جات بزاف خفيفة. هكذا نديكازي العجينة ديالي ونبدأ نشكل فيها كريات صغار. هنا حجم الكرية كل واحد يتحكم فيها كما يحب. انا درتهم هذا الحجم كما راكم تشوفوا وجوني فطائر كبار، باسكو علاه العجينه تاعنا رانا رايحين نرقوها. نشكلهم كامل دويرات هكذا ونولي مع خياتي نكملوا بقية الخطوات. هنا رشيت شويه فارينه في البلان دو طرافاي تاعي بهذه الطريقة، ونبدأ نحل في العجينات تاعي ولا في الكريات اللي كنت شكلتهم. نبدأ نحل مرة بالشكل الطولي ومرة بالشكل العرضي باش تحصلوا على شكل دائري كما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقة. عملية سهلة، خطوة بسيطة، وكل مبتدئ ان شاء الله راهي رايحة تجرب الوصفة هذه وراهي رايحة تنجح فيها. سهلة ما فيهاش حاجة اللي معقدة. وهنا البنات العجينة تاعكم كل ما تكثروا لها الفارينة من تحت كل ما راهي رايحة تحل معاكم بكل سهولة، ولازم تحلوها رقيقة بزاف باش يجوكم اخفاف. هنا نجيب الحشوة تاعي اللي كانت بردت، ما ضفت لها حتى حاجة، درت هذه الحشوة وصدقوني يا البنات جو بزاف بنان ما يتشبعوش. اون ديري تاكوس بالبولي ماريني هكذا. نغلق الدائرة تاعي هكذا. وهنا البنات سيو كيفاش تمشوا هذاك الحشو هكذا بيديكم باش يجي موزع على كامل الفطيرة اللي شكلتها. هكذا البنات نحطها جانبا ونزيد نشكل مع خياتي حبيبة واحدة اخرى. كما قلت لكم دائما نحلو مرة طولي ومرة عرضي باش راهي رايحة تجيكم على شكل دائري. شوفوا العجينة شحال شابة ما شاء الله، ما تعذبكمش كامل في الخدمة. نحلها نخليكم تشوفوا كيفاش راني رايحه نحلها ونولي مع خياتي بعد ما نكملوا.
هنا البنات كنت سخنت الطاجين هذا تاع الحديد. البنات طاجين تاع الحديد تسخنوا حوالي 5 دقائق هكذا برك، باسكو راهو راح يسخن بالخف. دهنته بالزبده ونحط الفطائر تاعي. كي نشوفهم تحمروا لي من التحت نقلبهم، نخليهم يحمروا من الوجه الاخر، وراكم رايحين تتحصلوا على ألذ فطائر. وهذه هي النتيجه النهائيه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم، وان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. نقول لكم حبيباتي نتلاقاو في وصفات اخرى. شجعوني، خلوا لي تعليقات محفزة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.